الله وبركاته. حبايبي طلاب سنة 5، معانا النهاردة درس جديد من الترم التاني، وهو خصائص الغلاف المائي والغلاف الحيوي. احنا اتكلمنا الدرس اللي فات عن التفاعل بين الغلاف المائي والغلاف الحيوي. احنا عايزين نتكلم النهاردة بقى ايه هي خصائص الغلاف ده وايه خصائص الغلاف ده. احنا عرفنا ان في تفاعل بينهم، وزي ما قلنا في تفاعل بين المياه والبحيرات والمسطحات المائية وبين الكائنات الحية اللي بتعيش فيها. ده اسمه تفاعل بين الغلاف الحيوي والغلاف المائي. طب ايه خصائص كل غلاف من الاتنين؟ ده اللي هنعرفه في الدرس بتاع النهاردة. اما نقوله خصائص الغلاف الحيوي ايه هو، هنقوله ان هو زي صحاري، غابات، اراضي رطبة. كل ده عندي أغلفة. الأراضي الرطبة دي هي زي ما قلنا خصائص الغلاف الحيوي ايه هي، يعني مناطق بتوجد فيها مناطق أحيائية، يعني مناطق فيها حاجات حية. قلنا الصحاري طبعا الحياة البرية فيها نباتات وفيها حيوانات برية، يبقى هنا في تفاعل بين الغلاف الحيوي والغلاف الأرضي. طيب لما اجي اقول ان الغابات هقول برضو ان هي تفاعل بين الغلاف الجوي والغلاف الحيوي. الغلاف حيوي لان هنا في حياة في الغابات، يعني في نباتات، يعني النباتات دي تعتبر من الكائنات الحية. والغلاف الجوي اللي بيحيط بالكائنات دي طبعا غلاف جوي، يبقى في تفاعل بين الغلافين. طب لما اجي اقول ايه هي المناطق الاحيائية اصلا، هتكلم عنها هقول ان هي منطقة كبيرة تتميز بكساء خضري وتربة ومناخ وحياة برية. يعني كل ده يعتبر منطقة أحيائية. منطقة أحيائية يعني إيه؟ يعني فيها غلاف خضري، يعني فيها زراعة أو في نباتات، وفيها تربة يعني أرض فيها تربة، وفيها مناخ طبعا مناخ جوي أيا كان المناخ عامل إزاي، وفيها حياة برية. حياة برية أيا كانت بقى حشرات حيوانات، المهم ان هي فيها حياة برية. وطبعا دي بتتميز عن غيرها من المناطق الاخرى لان هي فيها الثلاث حاجات وفيها تفاعلات كتيرة جدا، وده هنتكلم عنه بعدين. طيب خصائص الغلاف المائي ايه هو؟ احنا كده اتكلمنا عن الغلاف الحيوي بيتميز بايه. بيتميز بمناطق احيائية او بيسمى بالمناطق الاحيائية اللي هو صحاري وغابات واراضي رطبة، وكل ده بيبقى مندمج مع بعض، يعني في من كل حاجة من دول. طيب اما اجي اقول ان خصائص الغلاف المائي، طبعا احنا عارفين ان المية بتشغل 71% من سطح الكرة الارضية، وان المية موجودة بحالاتها في سطح الارض، في حالة صلبة، في حالة غازية، في حالة سائلة. الحالة الصلبة طبعا بنشوفها في القطبين الشمالي والجنوبي، طبعا بتبقى المياه متجمدة يعني على هيئة سلوج، فده بيبقى بالنسبة لي حالة سائل حالة صلبة. الغازية طبعا مع تبخر المياه مع أشعة الشمس اللي بتصدر عليها وبتتبخر المياه، طبعا بتتصاعد لفوق في السحب وبتكون غازات، ديت تبقى غازية. السائلة طبعا زي ما احنا بنشوفها في البحار وفي الأنهار وهكذا. طيب عندي قسموا المياه على سطح الأرض لمياه عذبة ومياه مالحة. طيب لما اتكلم عن المياه العذبة، طبعا احنا عارفين ان هي قليلة جدا جدا على سطح الأرض، فبالتالي مطلوب مننا ان احنا نحافظ عليها. هي بتمثل 3.5% تقريبا من الغلاف المائي، يعني كمية المياه العذبة 3.5% من كل المياه على سطح الأرض، يعني بتوجد معظمها في صورة مياه مالحة، مياه بحيرات، مياه أمطار، مياه جوفية وأنهار. دي طبعا المياه العذبة اللي على سطح الأرض. قلنا إن فيها مياه جوفية تحت سطح الأرض، وقلنا في بحيرات من ضمن البحيرات عذبة، وقلنا إن في أنهار، وطبعا مياه الأنهار بتبقى عذبة، وطبعا الأمطار اللي بتسقط دي بتعتبر مياه عذبة. يبقى هي دي أشكال المياه العذبة اللي على سطح الأرض. طب لما أتكلم عن المياه المالحة هقول إيه؟ هقول إن هي كميتها كبيرة جدا لأن في محيطات كتيرة وفي بحيرات مالحة وفي خلجان، وكل الحاجات دي بتبقى ميتها مالحة. يبقى بتمثل عندي 96.5% من الغلاف المائي، يعني كمية المية المالحة 96.5% من الكرة الأرضية من المياه من المياه كلها مياه مالحة.
يعني 3.5 مع 96.5 بيكملي طبعا 100%، يبقى النسبة عندي عالية جدا. طب قلنا بتوجد في ايه؟ صورة ايه؟ المياه المالحة. قلنا بتوجد في محيطات او بحار او خلجان، ودول صور المياه المالحة. طيب في كمان ان معظم المياه العذبة طبعا مش سائلة او جارية، لكنها متجمدة زي ما قلت في القطبين الشمالي والجنوبي. بتبقى المياه هناك لا هي سائلة ولا هي متدفقة بتجري ولا حاجة، هي متجمدة في صورة كتل جليدية. طيب لما اقول بقى في تفاعل بين الغلاف الحيوي والغلاف المائي، هقول ايه؟ هقول ان طبعا في تفاعل بين الاتنين. زي الأمطار لما بتسقط، طبعا ده غلاف حيوي. غلاف مائي بيسقط على التربة وبيساعد النبات ان هو ينمو ويزدهر ويعمل بذور جديدة. طبعا ده تفاعل بين المائي اللي هيسقط في شكل أمطار وبين الغلاف الحيوي اللي هو طبعا في صورة النبات. لما هتكلم عن هنا هقول ان الإنسان والحيوان والماء بيشرب الماء، سواء إنسان أو حيوان أو طيور، كل دول بيشربوا من المية علشان يكملوا حياتهم ويبقى فيه نمو وبقاء. وده طبعا تفاعل بين الكائن الحي أو تفاعل حيوي وبين التفاعل المائي، في تفاعل بين الاتنين. لما هتكلم عن الكائنات البحرية برضو هي بتعمل تفاعل مع الغلاف المائي. بيعتبر طبعا هو أساسها موطنها، هو ده بيتها، يعني هي بتعيش في المكان ده، بتعيش تحت المياه، وده حياتها. وبتكون طبعا كائنات عديدة طبعا غيرها، والشعاب المرجانية والحاجات دي كلها تعتبر غلاف حيوي. غلاف حيوي أصلا عيشته وبيئته هي الغلاف المائي، فبالتالي في تفاعل بين الغلاف ده والغلاف ده. كمان الإنسان بيعتبر من الغلاف الحيوي. الإنسان والحيوان طبعا بيعتبروا طبعا من ضمن الغلاف الحيوي، وكمان بيقدروا ان هم يأثروا في كل أنظمة الأرض. الإنسان بيقدر يأثر في أنظمة الأرض المختلفة، سواء الغلاف الجوي أو الغلاف الحيوي أو الغلاف الأرضي، بيأثر في جميع الأغلفة. درسنا النهاردة سهل جدا وصغير جدا ومفهوش اي حاجة صعبة. هو كله بيتكلم عن التفاعل بين غلافنا المائي وبين الغلاف الحيوي. طب الغلاف المائي، خصائص الغلاف الحيوي ايه؟ هو بيبقى موجود في كل الأماكن على سطح الأرض، وبيسمى بمناطق تواجد الغلاف الحيوي ده بيسمى بالمناطق الأحيائية. المناطق الأحيائية من أمثلتها إيه؟ من أمثلتها الصحاري، من أمثلتها غابات، من أمثلتها أراضي رطبة. دول كلهم من أمثلة المناطق الأحيائية اللي هي من خصائص الغلاف الحيوي. طيب لما أجي أقول إن المناطق الأحيائية عبارة عن إيه أو إيه تعريفها، هقول إن هي منطقة كبرى بتتميز بكساء خضري، تربة، ومناخ، وحياة برية. يعني في حياة برية متفاعلة معاها، وفي مناخ بيحيط بيها، وفيها تربة، وفيها كساء خضري يعني فيها زروع ونباتات. طيب كمان لما هتكلم عن خصائص الغلاف المائي هقول ان هو طبعا عارفين كلنا ان الكرة الارضية معظمها ماء، هي بيشمل 71% من سطح الارض مياه. وقسموا لنا المياه ديت بقوا في مياه عذبة وفي مياه مالحة. المياه المالحة نسبتها 3.5%، لازم ناخد بالنا جدا من الارقام ديت لان بتيجي في الاسئلة. 3.5% من الغلاف المائي في صورة أمطار أو معظم البحيرات اللي بتبقى عذبة أو المياه الجوفية والأنهار. طيب لما هقول المياه المالحة هقول أنهار، وهقول لا هقول قصدي أسفة، محيطات، بحار، خلجان، كل دول مياه عذب، مياه مالحة، ونسبتهم كبيرة جدا 96.5% مياه مالحة. طيب لما هقول ان في تفاعل بين الغلاف الحيوي والغلاف المائي، ايوه في تفاعل دوت بيظهر في صورة ان النبات بينمو من خلال سقوط الامطار عليه، وده بيساعده على النمو والبقاء. كمان بيظهر في ان الانسان والحيوان بيشربوا من الماء علشان يبقى فيه نمو وبقاء. كمان هقول ان الماء بتعتبر موطن طبيعي للعديد من الكائنات الحية زي الاسماك والشعاب المرجانية. طيب لما اجي احل كام سؤال بس كده اختبر نفسك على اللي احنا خدناه. هنحل مع بعض. اول حاجة اختر الاجابة الصحيحة. توجد معظم المياه العذبة في صورة ايه؟ المياه العذبة في صورة ايه؟ هقول
عندي مية عذبة. قلنا المياه العذبة ايه؟ انهار او امطار او مياه جوفية او بحيرات. كل دي تعتبر من ضمن المياه العذبة. طيب هتبقى في صورة سائلة ولا في صورة جارية ولا في صورة متبخرة ولا في صورة متجمدة؟ هقول في صورة سائلة. طيب تمثل المياه المالحة ايه تقريبا من حجم او من اجمالي كمية المياه على سطح الارض؟ بتمثل 96.5% من حجم الارض. هو بيتكلم عن المياه المالحة، مش عايز نسب مية تانية، هو عايز المياه المالحة. قلنا المياه المالحة 96.5%. طيب ده علامة صح او غلط امام العبارات التالية. تعتبر الأراضي الرطبة منطقة أحيائية. الأراضي الرطبة قلنا طبعا الأراضي الرطبة من ضمن المناطق الأحيائية، كمان الغابات من ضمن المناطق الأحيائية، الصحاري من ضمن المناطق الأحيائية. يبقى الإجابة هنا عندي إيه؟ الإجابة صح. يمثل الماء العذب 25% تقريبا من الغلاف المائي؟ لا طبعا، النسبة دي كبيرة جدا. النسبة بتاعة المياه العذبة قلنا 3.5% من حجم الغلاف المائي، يبقى الإجابة هنا غلط. لاحظ الشكل الذي امامك ثم اختر الاجابة. انا ببص للشكل دوت قدامي اهوت، انا شايف ايه هنا؟ شايفة فيه تربة زراعة، شايفة فيه مياه، شايفة فيه حاجة بناء اهوت، وفيه غلاف ارضي اهو. يعني هيسألني عن ايه؟ هيسألني هيقولي المياه التي يتم استخراجها من الشكل غالبا بتكون مياه ايه؟ المياه اللي هيستخرجها من هنا، احنا قلنا البحيرات في مياه مالحة وفي مياه عذبة. طيب اللي هيستخدمها هنا في الزراعة، هو هنا جايب لي وراها زراعة، يبقى احنا قلنا هنا ايه؟ هو وراه زراعة، يعني مستخدم مياه ايه؟ مياه عذبة. مياه عذبة. وشايفة هنا في دلو او جردل اهوت بيجيب بيه المية، يبقى هو بيستخرج المية من تحت الارض. وفي هنا صخور اهوت، احنا قلنا ان المياه العذبة او المياه الجوفية بتتدفق تحت الصخور من سطح الارض. يبقى هنا هي ديت مياه جوفية، يعني مياه عذبة. طيب يطلق على هذه المياه اسم ايه؟ المياه دي بيطلق عليها ايه؟ بيطلق عليها بحيرة ولا بيطلق عليها مياه جوفية؟ احنا لسه قايلينها واحنا بنشرح، هي مياه جوفية. وبكده يا حبايبي نبقى خلصنا درس النهاردة. هو درس صغير جدا ولطيف وخفيف جدا، مفهوش اي حاجة، واتمنى تكونوا استفدتوا. وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.